طبعا انت خارج ومش هتسأل فيا لا انا ولا عيالك، تشوفنا عايشين ولا ميتين، صح؟ في ايه؟ وانا سايبك في البرازيل؟ ما انا سايبك في البيت، اكلك شربك كل حاجه عندي. ناقصك ايه تاني؟ ناقصني اهم حاجة، ناقصني الاهتمام، ناقصني احس بقد ايه انا ست، ناقصني ان انا احس ان في حد في حياتي بيهتم بيا، بيسمعني كلام حلو، بيطبطب عليا، اشتكي له، يسمعني، اي حاجة من الحاجات دي. صدقني الحياة مش زي ما انت فاهم اكل وشرب وبس، الحياة محتاجة طيب خاطر، حنية، تسمعني كلام حلو، ومش هتعكسني وتقولي كلام حلو. مين هيقول مش معنى ان احنا اتجوزنا وخلفنا يبقى خلاص الحياة كده وقفت؟ لا، انا ست ونفسي اسمع منك كلام حلو، نفسي تقولي وحشتيني، بحبك، عاملة ايه، اي حاجة من الحاجات دي. اللي انا بطلبه منك ده مش بفلوس، حاجات بسيطة لازم كل راجل يعملها في حياته الزوجية. اقول لك على حاجة، اصعب حاجة على الست ان هي تطلب الاهتمام من جوزها، بس مش هيكون اصعب من انها تفكر في الاهتمام مع حد تاني غير جوزها. قلة الاهتمام بتفتح باب للشيطان يدخل منه. ابوس ايدك بلاش تهمل فيه. ياه، قد كده الاهتمام مهم في حياه الست. اوعدك من هنا ورايح ان انا هحاول على قد ما اقدر ان انا اهتم بيكي، حتى لو كانت بمكالمه تليفون. انا اسف، ما هو الاعتراف بالحق فضيله، حقك عليا.